انا لازم اجيب مربيه. خلاص فاضل لي اسبوع واحد بس وارجع تاني الشغل. ولو مرجعتش انت عارف ان هما بسهوله جدا هيفصلوني. الله الله، لبست اللبس بتاعي وكمان قيفتيه على مقاسك؟ ده انت جريئه قوي. ازاي بتعملي كده وبكل سهوله؟ مش انا قلتلك استأذنيني الاول؟ ما انت اللي قلتيلي يا مدام البسي اللي انت عاوزاه، وما قلتليش ان انا استأذن ولا حاجه. قلت لها لا. انا قلتلك. بقولك ايه، انا اتجوزتها وطلقتك انتي اللي هتمشي من البيت، لكن هي خلاص بقت ست البيت. يلا خدي بعضك كده وتوكلي على الله. لكن هي مستحيل مستحيل، ده انا مصدقت ان انا لقيتها. انتي عارفه البت اللي اسمها صدفه عملت حته دين عامل للراجل، خلته يموت فيها وطلق مراته واتجوزها هي. ايه ده؟ بيقولوا صدفه؟ ده صدفه دي هي. انا عرفت دلوقتي السر، هي اللي خطفت جوزي بالاعمال والسحر. وده اللي عرفناه في الجزء الاولاني. لو حابين تعرفوا الجزء الاولاني هتلاقوا الرابط في الديسكريبشن بوكس. وما تنسوش اللايك وكمان الاشتراك. خطفته مني، خطفت الرجاله، عرفت ان هي توقعه. هو اللي انا عرفته ان هي ياما وقعت رجاله زيه. سالتهم وقلت لهم ارجوكوا وقولولي هي ازاي الست دي بتعمل اعمال. انا مرات الراجل اللي انتوا بتتكلموا عنه، والحمد لله يا رب ان انا سمعتكم وانتوا بتتكلموا عشان اعرف الحقيقه. ارجوكي قولي كل حاجه يا حبيبتي يا اختي. بصي، هي الست دي خطفت رجاله، ياما دخلت بيوت خطفت الرجاله، وبعدها بشهر واحد بس الراجل اللي بتبقى متجوزاه بيقوم ميت على طول. ميت؟ يا لهوي، انتي بتقولي ايه؟ بيموت ازاي؟ يعني هي بتعمل ايه بالظبط؟ وايه سر الاعمال دي؟ عشان خاطري قوليلي كل حاجه. جوزي كده في خطر، يبقى هي دلوقتي هتبيعه اللي قدامه واللي وراه وبعد كده تموته؟ انا مش مستريحه لها من يوم ما جت. صدقيني يا اختي لازم تنقذي جوزك. انا معرفش اي حاجه غير اللي انا قلتهولك، لكن هي بتروح فين وبتيجي منين ما نعرفش اي حاجة. الناس بتتكلم وانا بشوفها، ده معاها فلوس متلتلة. الست دي غنية قوي، بس هي بتشوف الراجل مريش وتروح تشتغل عنده. ما انا عرفت كده برضو من طريقة كلامها. حسيت ان هي مش مظبوطة بعد ما عشرتها بس باسبوع واحد. طماعة وبتبص في الحاجة. لا، الست دي مستحيل ابدا هسيبها مع جوزي، هتموته. اه، الست دي مش سهلة. خدي بعضك كده وشوفي جوزك، روحي واتكلمي معاه. يمكن ربنا يهديه ويرجع لك تاني. لكن تقدري تعملي حاجة؟ ده السحر ده مفيش حد يعرف السر بتاعه غير الراجل اللي بيعمله. سحر؟ انا مفهمش في الكلام ده، ولا عمري رحت الدجال. والدجالين دولت اعوذ بالله بيبقوا ناس مش كويسين ابدا. انا عمري ابدا ما هلجأ للسكك دي. وقعدت افكر مع نفسي وقلت يعني اعمل زيها واروح لدجال انا كمان عشان يفسد العمل بتاعها. قلت لنفسي لا، انا هدعي ربنا واقول يا رب هو ربنا احسن من اي حد في الدنيا. وقلت لنفسي لازم هروح واتكلم معاه يمكن ربنا يهديه. رحت له الشغل وقلت له يا احمد، الست اللي انت متجوزها دي صدقني عامله لك عمل، خلي بالك منها. انا مش عاوزه منك اي حاجه غير ان انت بس تخلي بالك منها. انا عارفه ومتاكده ان هي بعد شويه هتبيعك اللي وراك واللي قدامك وبعد كده هتموتك. انت اتجننتي عشان تتكلمي على مراتي كده؟ خدي بعضك وامشي من هنا. انا بقولك والله هطلب لك الامن، وساعتها هيشيلوكي هيلا بيلا وهيرموكي في الشارع. امشي انا بقولك، ومفيش اي كلام ما بيني وما بينك. ما كانش قدامي غير حل واحد بس، ان انا اروح لاخته واحكي لها على كل حاجه. قلت لها الحقيني يا سلوى، اخوكي بيضيع. واحده اتجوزته وضحكت عليه وعملت له عمل. صدقيني يا سلوى اخوكي بعد شهر واحد بس هيموت. لقيتها بتقولي انتي بتقولي ايه؟ وهي مين الست دي؟ انا فعلا اخويا كل ما اكلمه يكنسلني وبعدين ما يردش عليا. ويوم ما رحت وقعدت اخبط على الباب وسمع صوته بوداني ما فتحش الباب. مش فاهمه ايه اللي بيحصل، بس قلت يمكن زعلان من حاجه اسيبه لما يهدى. وسلوى فعلا راحت لاخوها واتكلمت معاه وفهمته على كل حاجه. وقالت له يا اخويا صدقني الست دي عامله لك سحر، والسحر ده هو اللي ممشيك كده.
وبعد شوية هتبيعك اللي قدامك واللي وراك. وقبل ما تكمل كلامها قال لها خدي بعضك وامشي، مش عايز اشوف وشك. بقولكوا ايه، انتوا كلكوا ظالمينها كده. الست دي احسن ست شفتها في حياتي، دي ملاك، ملاك نازل من على الارض. امشي ومش عايز اشوف وشك انت كمان هنا تاني، انا قلتلك اهو. وبعد الكلام اللي قاله لها اخته طبعا زعلت ومشيت. والحربايه اللي اسمها صدفه بدات ان هي تلعب على جوزي وتبيعه فعلا اللي قدامه واللي وراه. ما كانش في ايديا اعمل اي حاجه بصراحه، كنت بدعي ربنا ليل ونهار وهو ده اللي في ايدي، مش هقدر اعمل غير كده. وفي يوم لقيت اخته بتكلمني وتقولي اطمني خلاص لقيت الحل، جوز واحده زميلتي ظابط وحكيت له على القصه كلها، ما انا مش هسيب اخويا كده. وقال لي ان هم هيراقبوا صدفه دي ويشوفوها رايحه فين وجايه منين، وساعتها انا وانتي هنعرف كل حاجه. قلت لها والنبي صحيح؟ طب الحمد لله، طمنتي لي الهي طمن قلبك، عشان تبقى عارفه ان المده قصيره. اللي انا اعرفه ان الست دي بعد شهر واحد بس بتموت الراجل اللي متجوزاه. خلي بالك، خلي بالك يا سلوى. ضحكت وقالت لي ما تخافيش، جوز زميلتي ده طمني على الاخر وقال لي ان احنا هنقبض عليها، يعني هنقبض عليها. فانت تطمني وادعي ربنا زي ما انت كده، وربنا ان شاء الله مش هيوقعنا ابدا، وجوزك هيرجع لي واخويا كمان هيرجع لي ان شاء الله. قولي يا رب. وكل الكلام اللي سلوى قالته لي بالحرف الواحد اتنفذ. وفعلا اليوم اللي هي كانت رايحه فيه للدجال اللي هي بتروح وتتردد عليه، بدأ الشرطة إن هي تراقبها، وكمان هيقبضوا عليها في نفس التوقيت اللي هي تبقى موجودة فيه، علشان يبقى نصب واحتيال على الناس. وده اللي حصل بالحرف الواحد، وخدوهم هما الاتنين، والاتنين اعترفوا بكل حاجة من الجرايم الكتير اللي عملوها طول حياتهم. الناس دي مجرمة، وقدر كمان ان هم يقولوا هم كانوا بيعملوا الاعمال دي فين، واكتشفوا الاعمال دي. والمصيبة ان الدجال ده كان كل يوم تقريبا بتروح لواحدة ست بتطلب منه ان هي تعمل عمل لواحد او لواحدة عشان يوقفوا حالهم، عشان ما يتجوزوش من الكلام ده. والحمد لله جوزي رجع لي تاني وبقينا احسن من الاول بكتير. الحمد لله. التجربة اللي انا جربتها دي علمتني ان انا ما ادخلش اي حد غريب في البيت بتاعي خلاص. ومن يوميها قلت لا، بيتي اولى بيا. سبت الشغل وخلتني مع الولد، امال اجيب مربية تاني تاخد جوزي مني؟ القصة بتاعتي جزء من الواقع، وده اللي بيحصل مع ناس كتير قوي. عاوز اشوف رأيكم في القصة بتاعتي.